السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة كتير اتبعتت لي وشغلة فكر ناس كتير. ايه سبب ارتفاع الذهب محليا وانخفاضه عالميا؟ وليه الكلام في الفترة دي على انخفاض الجنيه؟ ليه شهر مارس بالتحديد؟ ليه مش يناير وفبراير ولا ابريل ولا مايو؟ وايه المتوقع في اجتماع البنك الفيدرالي الامريكي يوم 21 و22 مارس الحالي؟ وايه المتوقع برضو اجتماع البنك المركزي المصري يوم 30 مارس؟ ولو معايا فلوس ده وقت مناسب للشراء ولا لا؟ ولو معايا ذهب ابيع ولا استنى؟ كل ده هنجاوب عليه في الفيديو ده. يلا بينا. السلام عليكم. السبب في ارتفاع الذهب محليا. الذهب دلوقتي مسعر على سعر السوق الموازي ومش السوق الرسمي. سعر السوق الرسمي وقت تصوير الحلقة كان بيتراوح ما بين 30 جنيه 88 قرش ل 30 جنيه 93 قرش. أما سعر السوق الموازي كان بيتراوح ما بين 34 جنيه و 35 جنيه. والسبب في دوت إن في كلام عن انخفاض الجنيه قدام الدولار بنسبة 10%، وإن البنك رايح اتجاه السوق الموازي علشان يحاول يسد الفجوة السعرية ما بين الاتنين، ما بين البنك والسوق الرسمي وما بين السوق السوداء. وده اللي مخلي سعر الذهب دلوقتي عالي رغم انخفاضه عالميا. ليه شهر مارس بالتحديد اللي الناس بتتكلم فيه عن انخفاض الجنيه قدام الدولار؟ لان في 15 مارس اللي جاي ده موعد استحقاق الدفعة الثانية من صندوق النقد الدولي والبالغ قدرها 347 مليون دولار. وعلشان كده صندوق النقد هيراجع معانا روجيتة الإصلاحات اللي احنا كنا مضينا عليها قبل كده. وطبعا كلنا عارفين ان احنا عندنا أزمة دولارية موجودة في مصر. علشان كده الفترة اللي جاية هنلاقي في تحريك للجنيه قدام الدولار بنسبة 10%، ممكن تتراوح ما بين 33 جنيه ل 35 جنيه للدولار الواحد. ايه المتوقع في اجتماع البنك الفيدرالي الامريكي يوم 21 و22 مارس الحالي؟ المتوقع انه يتم رفع سعر الفايدة ما بين ربع لنص في المية في اجتماعه القادم، وده هيأثر على الذهب عالميا وهيحصل فيه تذبذب. البنك المركزي المصري المتوقع يحصل ايه يوم 30 مارس اللي جاي؟ لو تم انخفاض الجنيه قدام الدولار بنسبة 10%، متوقع انه يتم رفع سعر الفايدة ما بين 100 نقطة اساس ل 300 نقطة اساس الاجتماع القادم. هل ده وقت مناسب للشراء ولا لا؟ طول ما في عدم استقرار في الاسعار في الوقت الحالي يبقى مش وقت مناسب خالص للشراء. الوقت المناسب بيبقى امتى؟ لو في استقرار في الاسعار او في انخفاض، ده بيبقى وقت مناسب للشراء. غير كده لا طبعا ده مش وقت مناسب، محدش يشتري فيه. طيب لو معايا ذهب ابيع ولا استنى؟ لو انا هبيع الذهب اللي معايا علشان هستفيد من الفلوس في حاجة تانية طالما مغطي المصنعية يبقى بيع. اما لو هبيع الذهب اللي معايا عشان اسيل فلوس مش اكتر من كده يبقى قرار البيع قرار خاطئ. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد. ولو ليك اي استفسار او تعليق سيبولي في الكومنتات. سلام.